مرحبا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. وياكم عباس من قناة ست البيت العراقية. بنات اليوم راح اسوي وياكم بسكويت الشاي، يعني ناكله ويا الشاي بس بالكاكاو. وان شاء الله الطريقة مالته سهلة وكلش بسيطة، والمواد مالتها ان شاء الله كلها متوفرة بكل بيت. نحتاج هنا المكون الاساسي. هنا طبعا نحتاج بيضة واحدة، لأن كمية الطحين 3 أكواب. بيضة واحدة كافية، يعني زايدة عليهن لأن البيضة كبيرة شوية. 3 أكواب طحين وملعقتين كاكاو بودرة سادة، يعني بدون مو محلى مر يعني، وملعقتين أكل حليب بودرة همين، ورشة ملح، وكيس بيكنج بودر، وكيس فانيليا. هنا شو أحتاج ربع كوب سكر، وانتو حسب الرغبة حابين تحلونه يعني يصير حالي زايد خلون نص كوب. حابين تخلونه يعني بدون سكر همين يصير يعني قليل، شي ملعقتين اخلي 3 يكفي. انا راح اخلي ربع كوب سكر. هسه عندي هنا انا هذا خليط من الزيت والزبد والسمن، يعني اللي هذا الدهن مال النباتي مو الحيواني، ومخليه زبدة ومخليه زيت. طبعا هاي الخلطة كلش ناجحة للبسكويتات وللكيكات للكليتشي لكل شي، يعني هيك معجنات يصير كلش طيب بيها هذه الخلطة. والزبدة لا تقيدون اي زبدة، يعني تقدرون تخلونها. هنا احتاج رشة ملح بس. هنا راح اضيف المكونات كلهن سوا، وراح اراوكم شلون اشوكم وشلون راح اخلط الخليط او البداية. هنا معلومة، الطحين منخوط مرتين، يعني مرتين نخلطه يعني حتى تنجح عندي العجينة. بنات اي عجينة يعني تحبين منفشة وتطلع طيبة وهشة، نخل العجين، ولا تساوينه هيك مثل تخلينه وتخلينه، يعني خليه هيك مثل منفوش. شلون هسه انا مسويته هيك. هسه راح اراوكم شلون اشتغل. هنا بنات هسه راح اضيف الزبد مو كله، يعني ربع كوب تقريبا، هيجي نص كوب. شوفوا شلت من عنده هذا تقريبا ربع كوب همين، يعني هو الكل نص كوب. هسه حبايب شوفوا ضفت البيضة والسكر، مثل ما قلت لكم السكر حسب الرغبة، يعني انتو ايش قد تردوا تحلونه تسوونه ماسخ همين على ذوقكم. وهاي رشة الملح همين فوقها راح اخليها، وراح اخلي الفانيليا. اكو بنات يضوجون من يقولون نضوج من ريحة البيض، او ما نقدر نضيف البيض، بس ضروري تضيفون بيه البيض. هذه الخلطة ضيفي عليها ملعقة شاي خل، تنتهي ريحة البيض. وهو هسه حاليا يعني ما يبقى بيه ريحة بيض، لين حلين عليه فانيليا، وراح نخلطه كله زين تطلع من عنده الزفارة، يعني كل شي ما يبقى بيه. هسه راح احط هاي المكونات ونشوف اذا نحتاج بعد زبدة اخليه. واذا يعني عجنت العجينة وطلعت عندك بيها شوية يعني لازمة شوية قوية، ضيف عليها ملعقتين حليب سائل، يعني او حليب بودرة تقدرين تخلطينه ضيفينه عليه حتى تلين عندش العجينة شوية. هسه راح نخلط المكونات كلها وان شاء الله وراجعت لكم. هسه هنا عندنا جهز الخليط مع البيض والسكر والزبدة، وضفت عليها ملعقة زبدة بعد، يعني ضفت عليها وخلطتها. شوف شلون صار الخليط مالتها، يعني تقريبا انخلط السكر يعني ذاب. هسه عندنا شنو هنا. هسه راح اضيف ذني المواد اخلطهن كل زين. راح اضيفهن يعني انخلهن نخل، مو كل هذا الكمبودر، يعني بقى ربع من عندي. هسه حبايب شوفوا راح اضيفها بالتدريج. خلطت المواد كلهن سوا، حليب والكاكاو والطحين والبيكنج بودر. راح اضيفها تقريبا نص الكمية مالت الطحين، وراح اعجن بيها. يعني شوف اشيل هذا الخلاط بعد ما احتاجه، استخدم ايدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ابدي اخلط الى ان اشوف العجينه ايش قد تاخذ يعني طحين. هي محتاجه بعد طحين، وهذا البيها بعد محتاجه طحين. راح اكيد انا راح اضيفه كله. هتصير عندي كميه مقبوله يعني. راح ابقى اضيف بيه بالتدريج الى ان
شوف ايش قد خليت. هسه يا بنات شوفوا بعد ما يعني لميت العجينة صارت هيج. بنات اذا يعني مثلا الطحين يحب سوائل هو خلوه بيضتين. اذا شفتوها يعني بعدها ما صارت هيجي خلوه بيضتين. وانا ان شاء الله هم اخليكم المقادير يعني الاكيدة بالوصف حتى تطلع مضبوطة عندكم. اشوف العجينة شلون صارت، بس الم منها، ما راح اعجنها هواي لانه هو بسكت، بس الم منها واخليها بين ما احضر الفرن والصينية مالت الفرن اشتغل بيها. هسه هذا شكل العجينة صار، راح اغطيها واخليها واجهز اغراضي. وبنات انا بما انه الشكر مالتها قليل يعني الحلا مالتها قليل، تقدرون تسوونها على شكل يعني اي شكل تقدرون تسوونها انتو وتحشون بداخلها. يعني بعد ما تستوي تحشونها، مو تحشونها قماد لين ما ينحشي. هاي عجينة ما تنحشي قبل الاستواء، تستوي وتحشونها اي شي، مربى، قشطة، يعني كريمة، اي شي تقدرون تحشونها. هسه حبايب عندي هاي الصينية راح اقطع بيها، وعندي هاي الصينية الفرن جهزتها ودهنتها بالزبدة اللي تبقت عندي من سابقا يعني، وراح اشتغل بيها. شوفوا بنات تقدرون تسوونها هيج. هسه هذه هيج وتخلونها بالصينية همين تصير عادي على مود شلون تسوونها هيج همين. مرة راح تخلونها راح تسمينها مثل مدعبلة مقبقبة هيجي، وهاي راح تخليها بالصينية راح شوية من جوا يعني تصير متساوية منه. وبعدين من تستوي تخلون الحشوة بالنص هيج وتزينونها بأي زينة عندكم. هسه عندنا العجينة هنا سويتها بالشبك النوب. راح شوف شقد سماكتها يعني كلش ضعيفة. هسه من اقطعها اراكم ايش قد صارت السماكة مالتها، كلش ضعيفة لانه هو بسكت. شوفوا بنات بالنسبة للتقطيع لا تقيدون اي شي عندكم، تقدرون تقطعون، تقدرون تقطعون بالسكينة، تقدرون تقطعون بالقلاص مال الماي او الكوب، تقدرون تقطعون بالاستكان، تقدرون تقطعون يعني بقطاعة عندكم، يعني اللي متوفر تقدرون تشتغلون بيه ما تقيدون. هسه انا راح اسوي على شكل دوائر بالبداية، وبعدين شوف شلون اسوي من اشكال بعد ان شاء الله اشوفكم وياي. هسه هذا كوب عادي مال العصير والشربت. نجي من اخليها بالصينية راح اشيل هذه، شوفوا سماكتها هذه لان هي راح تم شوي تنفش عندنا بالفرن. هسه بنات عندنا هذا الشكل راح اقطعه بالسكين يعني تقطيع عادي. هاي تسوون مستطيلات مربعات عادي اي شي تقدرين تسوينه. انا راح اسوي هيج مثل يعني مائل هسه من راح اخليه بالصينية. شوفوا راح اثقبه. هسه راح اشيله هذا من الصينية ونبى انتقل للصينية واشوفكم ايش راح اسوي. هسه شوفوا بنات هاي صار عندي هاي المستطيلات او يعني الزاوية او هاي الدائريات يعني راح اسوي بالشوكة ثقبة تثقيب عادي يعني مثل البسكت. أكلة حلوة وطيبة وسهلة، وانتي قاعدة بالبيت تسوينها وتفرحين بها أولادك أطفالك الصغيرونين. هم جايين من المدرسة، هم رايحين يقدرون ياخذون وياهم.
على فكرة هاد تقدرين تحشينه، يعني تخلين بسكتين، تخلين بيها حلقوم، تخلين بيها كريمة، تخلين بيها يعني أي شي تقدرين تخلين بيها. وهاي همينها راح أثقبها هيجي وياكم حتى على لا يطول الفيديو. أكمله كله وأرجع. تقدرون يعني تسوون بيها نقشات، حروف، نقشات، يعني أي شي تقدرون تسوون بيها. هلا حبايب هذا شكله صار بعد ما ثقبته كله، وراح أخليه بالفرن. الفرن حاميته مسبقا، أنا صار تقريبا 5 دقايق من شغلته، وفوق وجوا على درجة حرارة 200، وانتو حسب كل فرن وحسب درجة حرارته. راح أخليه وما ياخذ يعني دقايق، هو 5 دقايق من فوق ومن جوا، وأطلع عنه ما يبقى هواي. بس راح أسوي لكم هذا الشكل الثاني بين ما تستوي ذيك الصينية تجهز. هذا هيج تخليها بالصينية هيج، تقدرين تسوينها هيج بالأصبع مالتك مثل هذه، حتى تخلين بيها الحشوة وانتي على راحتك، أو أي شكل حابة تسوينه همين تقدرين تسوينه. هسه هذه هيج تقدرين تسوينها على شكل نجمة، يعني تقدرين ترتبين بها أي شكل تقدرين تسوينه، وهمين تقدرين تسوين بها هيجي حتى تخلين بها الحشوة، أو تخلين بها أي تزيين تقدرين تزينين بها كاكاو، نوتيلا، كريمة، أي شي تقدرين تسوين. هسه هذا الصينية راح أسويها عشوائية أنا الأشكال مالتها. هسه حبايب جهز لي أنا البسكت، طبعا صار نص حلا لأن هو مال شاي، وقلت لكم إذا يعني حابين تخلونه حالي انتم هم يعني يصير عادي تزيدون بدل ما ربع كوب سكر تقدرون تخلون نص كوب أو كوب عادي حسب رغبتكم. بس صار كلش حلو طيب ومقرمش. هاي شوفوه كلش طيب، إن شاء الله تجربونه وتاكلونه بألف عافية. كان جاكم ست بيت العراقي يا حبايب، لا تنسون الدعاء ومع الف سلامة.